شفتوش يا ابوي، ما شفتوش. هنتقابل كلنا في الجنة إن شاء الله. مش سلمت عليا؟ يلا روح جنب خالك عشان تاخد عزا أبوك. يلا بطل عياط قوم. بالراحة على الواد يا عواطف، ده ابوه لسه ميت. ما تقصدش يا اختي، هي قصدها ان الجدع جاي ملهوف على ابوه. بس يا اعتدال. أنا ما أقصدش يا عواطف. بقول لك إيه يا ولية، انت من ساعة ما جيتي وقعدتي جنب ام احمد وانتوا نازلين رغي وانا ساكتة، لكن هتعلميني اكلم ابني ازاي؟ يلا امشي غوري على بيتك، مش عايزاكي هنا. يلا قومي. بقول لكم ايه يا نسوان يا هم انتوا، يلا امشوا من هنا مش عايزاكم. يلا امشوا من بيتي غوروا، شكر الله سعيكم يا رب تموتوا. امشوا بقول لكم مش عايزاكم هنا، امشوا يلا امشوا من بيتي. امشوا مش عايزة حد هنا خالص. بقال الله يابا. سلامة حبيبي يا ابني. شكر الله سعيكم جميعا. غفر الله ذنبك. الظاهر ان الموت بيلاحقني يا عماد. ده تالت حد احبه يموت قدام عيني. استغفر الله العظيم، ما تقولش كده يا اخي، ده قضاء ربنا. هي ليه الفرحة بقت عزيزة؟ كنت فاكر يعني لما ابقى غني مفيش حاجة هتزعلني تاني. مش انت حيلك يا سعيد، انت قدها وقدود. قد ايه؟ قد الموت؟ لا انا مش قده يا عماد. حاسس اني رجعت غلبان وضعيف زي الاول، وده بقى موضوع مضايقني. هو ايه اللي حصل يابا؟ هيكون ايه يعني؟ عمك اسماعيل مات. مش القصد، انا طلعت لك الشقه عينيا جرت ورايا على السلم، قلت لي انك ما بقيتش قاعد في الشقه وانك قاعد تحت في العزا. لا دي قصة طويلة بقى يطول شرحها. أبوك طلع حمار فيها واندحك عليه. سيبك مني أنا، قول لي بقى أنت عامل إيه وأخبارك إيه؟ شكلك كده الأشياء معدن. ربنا فتحها عليا قوي بعد ما سبتك. ربنا يكرمك يا ابني. بجد يابا، انا كنت حاسس ان قعدتي جنبك هي اللي جايبه لي الفقر. ولما هي كانت جايبه لك الفقر، إيه اللي جابك تاني؟ إيه اللي رجعك؟ لا دي قصه طويله قوي، بحكيها لك بعدين. ايه في ايه؟ عمالين تلفوا وتدوروا عليا، ما تقولوا كنتوا فين وسافرتوا ليه؟ بس بصراحة يا ماما احنا خايفين عليكي. لا يا ضنايا ما تخافيش عليا، من كتر ما شفت وعشت خلاص جتش نحست. قولوا قولوا ما تخافوش. يا ماما حماده في مصر وقاعد في فندق. ايه؟ بينا نروح له. ايه يابا؟ الشاي ده ماسخ كده ليه؟ معلش بقى على قدي. المهم كمل لي، عملت إيه؟ ولا حاجه، فضلت بقى الف على الورش يابا، من الورشه دي للورشه دي لحد ما جت قرعتي في شركه الماني. ألماني حتة واحدة؟ بس كل اللي شغال فيها مصريين، بس الخواجه صاحب الشركه راجل الماني، كان ممشي الناس كلها على العجين ما تلخبطوش. طبعا احنا شغلنا بلدي، انما هم بقى سكة تانية في الصنعة. لا بس انا اتعلمت منه لحد ما بقيت اسطى، ولميت فلوس حلوه قوي. ادعي بقى للي علمك. الله يكرمك يا اسطى جورج. اسطى جورج؟ مش انا اللي علمتك يا واد؟ يابا طلع كل اللي انت علمته لي غلط. اما انت صحيح عيل ضغوف. يابا خلاص بقى كبرت على الكلام ده، سيبك بقى من الشغل زمان. وانت ايه اللي رجعك؟ وحشتني وانت اشوفك. يعني كنت خايف السعودية؟ ما انت كنت هنا وما هنش عليك تسأل مرة عليا. مش انت اللي طردتني عشان خاطر اللي جت طردتك بعد كده من الشقه؟ صحيح، كما تدين تدان. زي ما انت يا سلامة، نفس غباوة امك. انا مش جاي اتخانق يابا، انا جاي عشان انت وحشتني. ولا جاي عشان تشمت فيا؟ ما تهونش عليا،
انت في الاخر يا ابويا وسعوا من وشي اللي هنزل اشوف حماده. يا ماما صلي على النبي، هتنزلي فين؟ لما توصلي تبقى الساعه 2 بالليل، هتروحي فين؟ هنزل اروح اشوفه في الفندق اللي هو فيه. يا ماما ما قلنا لك ساب الفندق وحاجته اهي. يعني ايه؟ يعني ابني بعد ما ضاع ولا ايه يضيع مني تاني؟ انا هنزل وربنا هيعطلني فيه. اوعى يا حوريه من وشي. استني بس يا ماما للصبح وانا هاجي معاك. وانا من هنا لغايه الصبح هقعد اعمل ايه؟ مش هتفرق من هنا للصبح، هو سواد الليل بس. تعالي بس اهدي يا بس. حبيبي يا ابني يا ضنايا، عليك تروح مني تاني. يا ماما يا حبيبتي خلينا نفكر بالعقل. لما هو قاعد في مصر ما بيسالش علينا ليه؟ يمكن عنده ظروف، حد عارف؟ يعني هو يعيش متهني بقاله 4 سنين وسايبنا عايشين كده؟ براحته يعيش زي ما هو عايز. حد بيجيب له حاجه؟ انت بتدافع عنه بعد كل اللي عمله فينا؟ زي ما بدافع عنك. ما انت ابني وبيتني في التخشيبه، ولا انت ابني وهو مش ابني؟ بس انا ما سبتكيش ومشيت. يا ريتك كنت مشيت، ده انت قعدتك معايا. استغفرك يا رب واتوب اليك. كملي، مالها قعدتي معاكي؟ احنا مش فيك دلوقتي، احنا في حماده اللي اختفى 4 سنين وفجاه ظهر. يا ماما احنا ما شفناهوش، يعني مش متاكدين اذا كان هو ولا لا. ما انتوا لو كنتوا قعدتوا واستنيتوا كنتوا هتتاكدوا. هتوحشيني يا ماما. وانت كمان يا حبيبي، خلي بالك من نفسك وانا هاجي لك الزياره الجايه. هو ما ينفعش حتصلي يعني نسيبه بايت مع عمه وبعدين نوديه الصبح. التصريح اللي معايا لغايه 12 بالليل، بعد كده انا وهو نتحاكم. طب والنبي تخلي بالك منه. من عناية. خلي بالك من امي واخواتي يا خال. توصينا على اختيار. خلي بالك انت من نفسك. يلا يا عبد الله. السلام عليكم. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه يا عبد الله. انا هدخل انام. عايز اقول الله يرحمك يا اسماعيل بس مش قادر اصدقها. الله يرحمه. ادي حال الدنيا. قوم بقى نام لك شويه، انت بقالك يومين ما نمتش، وبكره بشوف حالك. البيت بقى محتاج لك يا سعيد، اختك وولاد اختك. يلا تصبح على خير. ازيك يا عزه؟ سلامه. الله يسلمك يا سلامه. بسم الله ما شاء الله، بدر منور. طبعا اذنك. ايه ده؟ هو انت بتشرب سجاير يا سلامه؟ ايوه يابا. طب هات سيجاره. لا صحيح يابا، اخبار عزه ايه؟ يعني يابا عزه لسه ما اتجوزتش؟ لا يا اخي، الواحد مش عارف البت دي بختها قليل كده ليه. كويس. الله، هي لسه في دماغك ولا ايه؟ لا ده انا بسأل بس يابا. تلاقيك بقى صرفت فلوسك وما حوشتهاش يا سلامه. يا رب اكون عرفت اربي. لا ما تخافش يابا، عرفت تربي. وانت بقى معاك قد ايه؟ يعني شويه مش وحشين. ما تضيعهمش بقى وتروح تتجوز بيهم. احنا ممكن نوضب المحل ونفتح معرض جزم حلو كده تشاركني فيه، وهو بعد عمر طويل هيبقى كله بتاعك. ربنا يسهل يابا. ما كل شيء ربنا بيسهل فيه يا ابني، انما قلت ايه؟ يعني ما تاخدنيش على مشامي كده، انا لسه راجع.
سيبني كده وزنها في دماغي. يا ابني انا بدلك على الصالح. ما انا عارف يابا. وان كان على قصه الجواز ليك عليها يا سيدي، اول ما نوضب المحل نقسم اللي هيطلع، التلت نحوشه والتلت نعيش بيه انا وانت والتلت نجوزك بيه. ايه رايك؟ وفكرك يعني معرض زي ده يشتغل هنا في حتتنا؟ قوي قوي. احنا هنشتغل في الرخيص والشغل السوقي يمشي هنا زي الحلاوه. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. يلا قوم بقى نقفل المحل. لا لا نقفل ونروح فين؟ هتيجي بقى عشان تبات معايا. الله، هو انت بقى عندك شقه يا سلامه؟ يعني خدت حاجه كده على قدي كده، اوضه وصاله. لو فلحت يا ولا. لا وناخد معانا بقى ربع كبده على ربع مخ وهظبطك. ابراهيم، راح فين الولد ده؟ حوريه، يا حوريه. ايوه يا ماما. اخوكي راح فين؟ ما اعرفش يا ماما، هو ايه اللي كركب البوفيه كده؟ لازم ابراهيم، ما هو لما بيدور على حاجه بينكش الدنيا كلها. وهو كان في ايه هنا اصلا؟ ايه الاوراق بتاعتنا يا بنتي؟ ورق المعاش والتوكيل بتاع ابراهيم والحاجات دي كلها. في ايه يا حوريه؟ في حاجه انتوا مخبيينها عليا وانا ما اعرفش؟ والله يا ماما ما اعرف. طب يلا غيري هدومك ويلا بينا، انا مش هستناه. حاضر. ايوه يا هشام، انا حماده. حماده يا هشام. طب ما كلمتنيش ليه طيب؟ صحيح، تكلمني ازاي والموبايل ده لسه جديد، حتى بقالي فتره ما روحتش الاوتيل. وعملت ايه بقى؟ كام؟ طب كويس قوي، زي الفل. سجل بقى الرقم ده عندك وكلمني اي وقت. يا اخي ده احنا اخوات قبل اي حاجه. سلام يا هشام. صباح الخير يا عواطف. صباح زي غيره. فطرتي؟ لا. طب فطرت العيال؟ لا. ذنبهم ايه يا عاطف العيال؟ ماليش نفسي اعمل حاجه يا سعيد والنبي سيبني في حالي. تعالى اقعد جنبي، تعالى. انا هروح بس لحد الاوتيل وعندي مشوار كده وبعدين هرجع. طيب. قومي بقى فطري العيال وفك يا كده. سعيد والنبي ما عايزه اعمل حاجه لا يا عواطف. طيب بس ما تتاخرش عليا. حاضر. مع السلامه. السلامه يا اخويا. ألف حمد لله على السلامة. والله فيك الخير يا سلامة يا ابني. الله يسلمك يا استاذ رجب. انا اصلي راجع كده ومعايا قرشين وما بقتش محتاج حاجه من ابويا بقى. برضه يا سلامة، يعني أبوك الخير والبركة. مش القصد، انا قصدي ان انا بقيت حر نفسي ومش مستني منه حاجه. يا سيدي ربنا يزيدك، بس ما تاخذنيش يا سلامة، يعني أنا لسه مش فاهم مقصودك. انا طالب ايد عزه يا عمي. ايه ما بتردش ليه يا اسطى رجب؟ الحقيقة يعني لو عليا أنا ما اديهالكش. ليه كده بس يا اسطى؟ ده انا جاي طالب خير. ما أنا جيت لك قبل كده زمان فاكر، وقلت لك يلا نجوزها لك. كان الظروف بقى يا اسطى ودماغي قالت لي اعمل كده. كنت فاكر ان انا بلزقها لك صح؟ بصراحه وانا ما بحبش اللي يستغباني. وانت متخيل ان انا ادي بنتي لواحد بالدماغ دي؟ ده انا هستتها، كل اللي نفسها فيها هجيبه. مش مساله مجايب يا ابني، الحكايه مش مجايب وخلاص، الحكايه ان الدنيا قلابه. وما تاخذنيش يعني انت ما تضمنش. حقك عليا يا اسطى، حقك على هد دماغك يا بص. دماغك بس برضه اقعد يا اخي، تبوس دماغي ايه؟ هي الحكايه بوس دماغ. الحكايه ان انا مش هقدر اديك كلمه دلوقتي. يعني ايه؟ يعني انت زعلان ولا موافق ولا ايه؟ طب هات دماغك يا بص. برضه تاني يا عم خلاص. انت ايه؟ افهم بقى، بقول لك مش هديك كلمه دلوقتي، لازم الاول اشاور صاحبه الشقه. يعني ايه تعملوا تشيك اوت؟ ما هو لما حجز حضرتك خلص اضطرينا نتصل بالعنوان اللي عندنا. تحب احجز لحضرتك تاني؟ لا، كان في فاوتشر بتاع بنك، هو فين؟ اخو حضرتك استلمه مع بقيه المتعلقات.
شاء الله يخليك يا اخويا. حماده حافظ موجود؟ لا يا فندم، بس كان قدامي من شويه وخرج من ناحيه الباب. كان هنا؟ أوراق حضرتك كلها تمام. توكيلات الست الوالدة والست أخت حضرتك وأعلام الوراثة وشهادة الوفاة كله تمام. طب انا عايز اصرف بقى. طيب تحب حضرتك أجهز لك نصيبك لوحدك ولا أجهز معاه كمان نصيب مدام جليلة والأستاذة حورية؟ كله. طب إيه رأي حضرتك؟ أعمل لك شيك بالمبلغ مقبول الدفع، تقدر تحطه في أي بنك يعجبك، وكمان ممكن أفتح لك حساب هنا في البنك باسمك. لا انا مش عايز شيك، انا عايز اصرف كاش. بس الموضوع ده هياخد وقت شوية، لسه هنتصل بالرئيسي وعلى ما يردوا علينا. انا معاك. طب حضرتك تحب تشرب حاجة؟ ليمون. ابعت لي يا ابني ليمون فريش. انا انصحك تجيب لك عربيه سيفتي من اللي بتنقل لنا الفلوس. مش معقول هتمشي بمبلغ زي ده بعربيتك. انا معيش عربيه. امال كنت هتروح بالفلوس ازاي؟ مش عارف. على كل حال العربيه السيفتي مش هتكلفك كتير. سيفتي. طيب اتفضل حضرتك ارتاح هنا لحد ما اخلص لك الاجراءات. متشكر. تمام يا فندم، المبلغ وصل وموجود في حساب حضرتك. طيب الحمد لله. ممكن اسحبه؟ المبلغ كله؟ ايوه وكاش. طب اديني فرصه اراجع المدير وارجع لحضرتك. 10 دقايق بس، ولو ممكن تملى الاستماره دي. دول شنطتين، كل شنطه فيها 2.5 مليون، وعربيه السيفتي في انتظارك. لا استنى حضرتك، معقول هتشيل بنفسك؟ السكيورتي بتوعنا هيوصلوك. السكيورتي دول امان؟ معلش اتاخرت عليك، بس كان في اجراءات كتيره. في الاستماره. اتفضل. هو في حاجه؟ الحساب بتاعك فضي. نعم. يعني ايه فضي؟ اهدى بس حضرتك ثواني راجع تاني. اللي في الحساب اتسحب من اسكندريه، في حد معاه توكيل منك. ثواني واعرف اسم الساحب. وماله سلام، ده حتى ابن حلال وغلبان. غلبان في دماغه. مش ده العريس اللي انا امن على بنتي معاه. بنتك عاقله وهي هتدوره زي ما هي عايزه. عزه ما يتخافش عليها. وافرضي حارا وبنتك ما لقيتلوش عادله. كله بيجي بالمسايسه. انا مش مستريح الحكايه دي اعتدال. بقول لك ايه، الجوازه دي لو باظت بنتك هتقعد جنبك على طول، هتبقى تالت خطوبه. والتالتة تابتة ان شاء الله. استغفر الله العظيم. نشورها وبعدين نبقى نشوف. وبعدين يا ماما الدنيا ليلت وانا صاحيه من امبارح وتعبت. معلش يا حبيبتي، نستنى كمان شويه يمكن يجي. يا ماما مش موظف الاستقبال قالك ان هو مشي ومش راجع تاني، وبعدين انا جعت. خدي يا ضناي، هاتيلك سندوتش. وانت فاكره انه ده هيجيب سندوتش من هنا؟ بس بقى يا حوريه اخرجي شوفي لك اي مطعم ولا محل. لا يا ماما كفايه كده، يلا بقى. لو جه وانا ما شفتوش مش هسامحك ولا هسامح نفسي. يا ماما هو لو كان هيجي كان جه، بس انا تعبت وانت كمان تعبتي، وهو لو عايز يشوفك هيجيلك. انا امه، انا اللي لازم ادور عليه. خلاص يا ماما، عايزه تقعدي انت اقعدي، انا ماشيه. استني بس يا حوريه. يا ماما انا بجيبها لك بالعقل، مش عايزه تصدقيني. خلاص انت حره. وهتركبي يا بنتي مواصلات كده لوحدك بالليل؟ عشان لو جرالي حاجه يبقى ذنبي في رقبتك. طب نقعد نستنى كمان 10 دقايق، لو ما جاش نمشي مع بعض. 10 دقايق؟ 10 دقايق. موافقه. غريب. ما غريب الا الشيطان، لولا ان البيت في ميت كنت زغرت. يا بنتي يا بنتي فكري شويه. سلامه ده انت عارفاه اكتر مني.
مش ده العريس اللي انا اتمناهولك. سلام احسن من غيره يابا، على الاقل شاريني وباقي عليا. يا بنتي ما حدش بيتجوز زهق ولا تخليص حق. اللي انت بتضحي بيه ده عمرك اللي جاي. نصيبي وهشوف. خلاص، بس انا برضه هديكي فرصه تفكري، واحاول ان احنا مش هنعمل حاجه دلوقتي. اللي تشوفه يابا. تعبي وشاية كله راح يا عماد. ما تعملش في نفسك كده يا سعيد. انت السبب في كل اللي حصل ده. انا؟ عشان لو ما كانش الباسبور الزفت اللي انت عملته ما كانتش كل حاجه بقت باسم حماده. طب وانت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ عشان ورقي وفلوسي وكل حاجه هناك باسمه، وكنت مستني ارجع عشان انقلها باسمي. طب لما جيت ما نقلتهمش باسمك ليه؟ ما كانتش لسه الفلوس جت. يا عماد. يعني ايه؟ كل حاجه راحت؟ كده برضه تتأخر عليا يا سعيد. معلش. مالك؟ مفيش. اجيب لك تاكل؟ مش عايز اكل. انا عارفه ان اسماعيل كان غالي عندك، بس ما ينفعش، الدنيا لازم تمشي. مش انت لاقيه كده النهارده الصبح؟ الفلوس راحت يا عاطف. فلوس ايه؟ فلوسي. كل فلوسي راحت. يعني اللي بقى فيه بنزينه ولا فيلا ولا حاجه خالص؟ رجعت شحات زي زمان؟ يا لهوي يا خراب. مين اللي بتصور؟ دي عواطف يا عيني، مكلومه على جوزها. ربنا يصبرها. اتفضل يا سراجة. اتفضل يا عم. يا رب يا ساتر. هعمل لك شاي. ايه الرجل العزيزة دي؟ بقالك زمان ما بتعملهاش. كلامك كده يا سفرغلي زي يكون مش عارف. لا طبعا ما اعرفش. يعني انت ما تعرفش ان اسم النبي حرص وسلامه جالي لغايه البيت وطلب ايد عزه؟ ليه كده يا سلامة؟ طب حتى كنت خدني معاك ولا شورني؟ جرايه يابا، ما جراش حاجه. لا لا لا، في ايه يا سفرغلي؟ اذا كانت الحكايه دي يعني مش على هواك، احنا لسه على البر نفضها سيره. ولا نعمل معرض ولا نيله وارجع انا اشتغل مع الخواجه الالماني. لا انا قصدي يعني كنت تاخدني معاك برضه. عموما يا سفرغلي عزه موافقه. بجد؟ بجد يا عم والله؟ وانا هقدر اهزر معاك في حاجه زي دي؟ انا مش مصدق نفسي، انا فرحان قوي، ده انا ممكن ارقص في الشارع دلوقتي. لا اقسم بالله لو رقصت في الشارع ما انا مجوزها. لا خلاص مش هرقص يا عم، انا بس اصلي كنت فرحان شويه. طبعا. اقعد كده واسمع مني وسيبك من الشويتين بتوعك دول. بص يا استاذ رجب، ان كان على الاتفاق احنا على اتفاقنا القديم. انا اتفاق قديم ده يا اخويا عمال بتغمزني. اتفاق قديم ايه؟ بتاع 4 سنين فاتوا؟ عزة ما اتغيرتش ولا سلامة اتغير، واحنا الاتنين بتوع بعض. ايوه، لا عزة اتغيرت ولا سلامة اتغير، بس الزمن اتغير يا سفرغلي. بقول لك ايه يا اسطى، قصدي يا عمي، كل اللي تعوزه عزه انا هجيبه لها. يخيبك عيل. ابا لم لسانك يا ابوك قدام حمايه. استويت وكبرت يا سلامة. الصغير مصيره يكبر يا ابو سلامه. يا اخوانا اتخانقوا بعد ما امشي لما تبقوا لوحديكوا، دلوقتي اسمعوا مني. قول يا عمي قول. يا اخي من غير بوس. حاضر. والنبي لا يعلموك الادب من جديد. عاجبني. انا ماشي. اقعد بس يا عمي كده يابا، اسكت. سكت. بص انت يا سفرغلي، احنا مش هنعمل اي حاجه غير بعد 40 اسماعيل. عداك العيب يا اسطى رجب، واجب برضه. ليه؟ ده عاطف نفسها ممكن تتجوز قبل 40 اسماعيل. الفلوس دي تعيشنا ملوك. احنا طاقة القدر اتفتحت لنا. واخوك هنسيبه كده؟ اخوك الله يرحمه من زمان. امال الفلوس دي فلوس مين؟ الفلوس دي فلوسنا ورثنا. ورثنا ازاي وصاحبها كان قاعد في الاوتيل؟ اللي قاعد في الاوتيل ده مش حماده، دي مش هدوم حماده ولا مقاس حماده، بس الفلوس دي فلوس حماده. انا مش فاهمه حاجه، انت كل اللي همك في الدنيا انك تاخد الفلوس وخلاص؟ بس عليك يا حماده بقى تنسانا يا ابني وانت عايش، ولا تسال فينا عايشين ازاي. شفتي؟ لو الله يرحمه تبقى الفلوس دي فلوسنا ورثنا، ولو عايش يبقى ما يستاهلهاش، عشان سابنا مش لاقيين لضا وهو قاعد يتمنجف في الاوتيلات. بطل اسلوبك ده يا ابراهيم، احنا ما نعرفش ظروفه كانت ايه. انا مش عايز اعرف عنه حاجه، كل اللي اعرفه ان الفلوس دي فلوسي، فلوسنا، وهتتقسم علينا بشرع ربنا. الفلوس دي لازم ترجع، انا وعيالي لينا فيهم. وانا وعزه ليا فيهم نصيب. عزة مين يا ابو عزة؟ كانت من بقية عيلته. بتتخانقوا على ايه مراحل؟ هترجع. ايوه هترجع. ازاي بس؟
ازاي بس ايه ده؟ انت بتشتغل طوب الارض. بطلت اشتغلات يا عماد. ارجع لها بقى المره دي، ولا هتقعد عويل وانا ارجع لفرشه الطعميه؟ فكر كده ومخمخ واحنا من ايدك دي لايدك دي. يا رب انا ما صدقت اكل عيش بالحلال وابعد عن العوق. دي اول مره هتنصب نصب حلال، ده تعبك وشقاك والفلوس اللي عيالي هيتعلموا بيها. وفلوس جوازي من عزه. يا دي عزه. جرى عوض بس. خلاص ماشي، عزه بس الفلوس ترجع. ايوه لازم ترجع. ما تقعد بقى تعبتنا. شيش بيش. بس انت شكلك كده مش من هنا. لا والله انا من مصر، بس انا بحب اسكندريه قوي. هي بصراحه اسكندريه تتحب. اسكندريه بس. ده اسكندريه وناس اسكندريه وبنات اسكندريه. ده انت باين عليك كده شكلك ملعب. لا والله ده انا اغلب من الغلب، بس انا نفسي اتجوز واحده اسكندرانيه. يا سيدي شاور، البنات على قفا من يشيل. طب انت ما عندكش يعني بنت كده في سن الجواز؟ لا والله انا الحمد لله بنتي اتجوزت وعندها 3 اولاد دلوقتي. قول والله. والله. طب ما فيش هنا في المنطقه كده بنوته كده تنفع للجواز؟ حد ساكن هنا، حد ساكن هنا، حد ساكن هنا. انت بتشتغل ايه؟ انا مهندس انشائي. مهندس انشائي، يا اهلا وسهلا. والله هو البيت ده، انت شايف البيت ده؟ ايوه. ده ناس طيبين قوي، فيه واحده ست اسمها الست جليله وبنتها حوريه. وحوريه دي صغيره؟ يعني قصدي حوريه دي تنفع للجواز؟ حوريه دي بنت طيبه ومتربيه وجدعه قوي، دي طالبه في كليه صيدله. وعندها اخوات؟ عندها ابراهيم وحماده. حماده دش. طب انا كده كسبت. اهلا. ايه يالا مالك يالا، انت عيان ولا ايه؟ عيان بالتخمه. تخمه؟ بيقول لك تخمه، ده تلاقيه واكل له سندوتش فول حمضان قام ضرب في بطنه. بالعند فيك انت بقى، انا متغدي عند اكبر كبابجي في اسكندريه. يا لهوي، انا ما بينفخنيش غير الحوارات بتاعته دي. اقول لك قوم يا دراوي واحد مش طالباك خالص. يا عم استنى، يمكن يكون معاه فلوس، او بدل ما احنا ضربنا السلك كده يعزمنا مره بدل ال 500,000 مره اللي عزمناها قبل كده. شبيك لبيك. ايه اللي نفسكوا فيه؟ فكك يا وصفي من الواد ده، فكك. طب دول ياكلوا معاك؟ خرب بيتك، الفلوس دي كلها دول يبقوا 10,000 جنيه. يعني يكفوا الغدا اللي انتوا عايزين تدفعوه ولا طلع واحده تانية؟ يا عواطف خليكي في عيالك، احنا طالعين رحله. الله، ما تقلقش على العيال، المهم تبقى رجلي على رجلك واحنا بنجيب فلوسنا. اصبري بس وبعدين نبقى نظبطها. نظبط ايه؟ احنا ناخد حتتين قالي ونطلع عليهم، ناخد الفلوس ونرجع على طول. يا سلام، عبطوا هم بقى حاطين الفلوس تحت السرير مستنيين سيادتك تيجي تاخديها. امال هتعمل ايه بس يا سعيد؟ الموضوع ده محتاج خطه، وخطه ما تخرش الميه. عماد، اوامرك يا برنس. عايزك تبدا شغل من الليله. هجهز واقول لك. وانا هخش انام عشان اعصابي تبقى ثابته. طب وانا هعمل ايه؟ لا مؤاخذه يا سلام، على فين العزم؟ طالع عند خطيبتي. خطيبتك؟ ما خطيبتي عزة، بس نسيين لما يعدي 40 اسماعيل. مش تقول لي مبروك؟ مبروك. عقبالك يا عمر. مين؟ انا عماد. يعني ايه؟ عماد؟ ايه اللي جابك يخرب بيتك؟ اهو جيت. هتفتحي ولا امشي؟ لا هفتح، استنى. يا لهوي، مالك كده على وشك عفرتين بيتنططوا؟ اهو. اخوك هنا؟ لا، اخويا مش هنا، اخويا في الاجانس وبايت للصبح. على الخير. ما عندكيش اي حاجه اكلها عشان انا لحمه بطني من الصبح؟ عيب ان قلبي طري من ناحيتك. ادخل ثواني وهحضر لك الاكل. ايوه. مساء الخير. مساء النور. مش ده منزل حماده بيه حافظ؟ ايوه. طب ممكن اقابل الست والدته؟ هو حضرتك من طرف حماده ابني؟ حاجه زي كده. حاجه زي كده يعني ايه؟ من طرفه ولا مش من طرفه؟ ممكن يا فندم نتكلم على انفراد؟ ده ابراهيم ابني اخو حماده. لا مؤاخذه، حضرتك مين بالظبط؟ كده ما ينفعش، انا للاسف مضطر امشي. هرجع لما يرجع حماده. لما يرجع منين؟
يعني انت عارف هو فين؟ طبعا ده شغلي، بس للاسف الشديد مع احترامي لابراهيم بيه ما ينفعش نتكلم غير على انفراد. حاضر، اطلع ابراهيم بره. اطلع يا ولد. اطلع ابراهيم. أنا صلاح غازي من المخابرات العامة المصرية. أمانة عليك يا ابني تقول لي الحقيقة. ابني في السجن؟ ابنك كويس يا حاجة وزي الفل. ابنك من الناس اللي بتخدم مصر في مهام سرية في الخارج. سرية ليه؟ لأنه أمن وطني وأمن قومي، ما ينفعش حد من الناس العاديين يعرف حاجة. أمك عايشة؟ الله يرحمها. ورحمة أمك تطمني على ابني. ما ينفعش يا حاجة، دي أسرار دولة. مش هفتح بقي المخلوق، أحلف لك على مصحف. لا لا لا، ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ أمال أنت جاي تقول لي إيه؟ جاي أطمنك على ابنك بعد ما بالصدفة ونتيجة غلطة غير مقصودة ولادك وصلوا لتغطية حمادة. تغطية يعني إيه؟ حمادة مسافر بره وباسم تاني وفي سرية تامة. أنا كده فهمت. طب الحمد لله. ومروح يا ابني، أنت جاي تضحك عليا. حد الله، أضحك عليك إيه يا حاجة؟ لما حمادة عرف إن أنا عرفت إن هو موجود بعتك تضحك عليا. حاجة جليلة، حمادة بيه في إسرائيل. ليه؟ حرام عليكم، مسكينه أسير هناك. يا حاجة اهدي، ابنك بطل، ابنك زيه وزي الزميل جمعة الشوان، وزيه زي الزميل رفعت الجمال الشهير إعلامياً برأفت الهجان. ايه يابا؟ مالك بترزع في فردة كده ليه؟ انت في حاجة مضايقاك؟ ايوه انت مضايقني، ولو اطول احطك مطرح الفرده دي. ليه كده يابا؟ لو انت متضايق اني رجعت بقى يا ولا يا سلامة يا ابني يا حبيبي، تروح تضيع القرشين اللي معاك على الجواز. مش احنا قلنا ان احنا هنوضب المحل؟ طب ومال الجواز ومال توضيب المحل؟ ده انت ناصح بقى، يعني انت معاك للجواز ومعاك لتوضيب المحل؟ ان شاء الله معايا. وعزة بقى اللي انت هتتجوزها دي هتعيش معاها في العشه اللي انت عايش فيها؟ قصدك ايه؟ ايه اللي قصدي ايه؟ هو انا بقول فزوره؟ هتقعد مع عزة اللي انت هتتجوزها دي فين؟ هبقى اشوف لها شقة ايجار جديد. طب ما بدل ما تدفع في شقة كتير، ما تيجي تقعد في شقة ابوك. ايه يابا؟ انت فوتت ولا ايه؟ ايه شقة ابويا دي؟ مش عناد حاطط ايدها على الشقة؟ لا انا شقتي امرها سهل، عناد تاخد لها قرشين وهتسيبها لنا. وانا اللي هدفع برضه؟ الله، مش احسن ما تقعد في شقة جديدة وتدفع لك فيها شيء وشويات؟ طب وفكرك كده تاخد كام؟ بكتير 5000 جنيه. فكرك كده يابا؟ يعني دخلت عليها. دخلت عليها. مالك مش مبسوط كده ليه؟ مع ان اول خطوه نجحت. أول خطوة نجحت بس أنا سقطت يا عماد. هي شكت فيك؟ لا، بس أنا ما كنتش طايق نفسي وأنا عمال أكدب على واحدة ملهوفة على ابنها. يا نهارك اسود، انت عندك ضمير؟ بطل هزار بقى يا عماد، مش ناقصك. اتغيرت يا برنس واتعودت على النظافه. بقيت عامل زي صنايعي اللي ساب كاره ولما رجع له دراعاته اتخدلت. وفلوسك هتسيبها؟ لا طبعا، بس كنت بفضفض معاك. ما ينفعش كده يا برنس، اجمد. وكلمتها على الفلوس؟ عايزني اكلمها على الفلوس من اول مره كده الفار يلعب؟ ايوه، ارجع بقى الاستاذ، ما انت هو بكامل لياقتك في الملاعب. الله، افتحي يا عناد، ما ينفعش نتكلم كده على السلم. انت وابنك دلوقتي غرب، وانا ما ينفعش ادخل بيتي حد غريب. سلامة راجع بقرشين ومستعد يراضيك عشان الشقة. هو مين ده اللي يراضيني؟ انا يا قلبي كده مرضية، لو عايزين الشقة تدفعوا تمنها. عايزة كام في الشقة يا عنايات؟ 120,000 جنيه ما ينقصوش جنيه. وانت كنت دفعت فيها كام؟ لا، دفعت فيها كتير قوي، دفعت فيها عشرتي معاك يا فرغلي، ودي ما كانتش بالسهل. حرام عليكي، انا بنام في المحل. هو كان حد ضربك على ايدك؟ انت كتبت لي الشقة بخطرك. انت اللي غلطان يابا.
سيبك من الغلط دلوقتي يا سلامة. لايميها يا عنهات. شوف عايزة كام. انا اللي عندي قلته. معلش بقى، اصل دلوقتي ميعاد المسلسل العربي وانا بصراحه ما بحبش افوت منه اي حلقه. باي. والكلام ده دخل عليك ازاي؟ ده نصاب. ده حلفني على المصحف. قالوا للحرام احلف. يلا انا اللي حلفت مش هو. كمان وما سالكيش على الفلوس؟ لا ولا جاب سيرتها. يبقى انا لازم ابلغ البوليس. استنى يا ابراهيم، يا ابراهيم استنى، افرض كلامه طلع صح وكده عرضنا حياه حماده للخطر. لا يا ابراهيم اوعى، حرام عليك اخوك يا ابني. دي مصدقه. خلينا نستنى شويه لغايه ما نشوف الموضوع بجد ولا ايه، وبعدين الراجل شكله محترم. النصابين كلهم شكلهم محترم. اخص عليك يا ابراهيم، طفيت فرحتي. معلش يا ماما، سيبك من ابراهيم ده كل اللي يهمه الفلوس وبس. احنا نستنى لغايه ما نشوف الحكايه هترسى على ايه. انا ماشي. رايح فين؟ خارج افك عن نفسي. ما انت مفكوك على طول، ده انت من كتر ما انت مفكوك مش عارفين نلمك. وانا بخرج كل يوم. جرى ايه يا ماما؟ ايه دول؟ اوعي اوعى وريني. اوعي تقطع البنطلون. اوعى. ايه دول؟ خارج بيهم ليه؟ هات يا ماما ما تزهقنيش. الفلوس دي بتاعت اخوك، لما يرجع خد منه اللي انت عايزه. اخويا مات، الفلوس دي فلوسي. اخوك عايش وهيرجع وانا عارفه. انا مش هصدق اي حاجه غير لما اشوفه بعيني، غير كده الفلوس دي فلوسي ومحدش هياخدها مني. اوعي. بتزوقي ايدي، بدل ما تزوقي ايدي رحت تدينك اللي عند ميخا اللي كان عايز يسجني. اخوك اتسرع يا حوريه، الفلوس سرعته. معلش يا ماما، ابراهيم برضو معذور، ما يقدرش يشوف الفلوس دي كلها ويقف يتفرج عليها.